بصراحة انا كنت بكره السبانخ جدا لحد مرة ماما عملتها بالبيض وقالت لي تعالي دوقي. استغربت قوي ايه البيض اللي جواها ده، وجربتها بدافع الفضول، ومن لحظتها بقيت بحب السبانخ جدا. بس تعالوا نرجع كده بشوية بالزمن مع بعض. عارفين ان اسطورة السبانخ مليانة حديد اللي كل الامهات قالتها لنا بدأت بغلطة غريبة جدا. في عالم كان بيقيس نسبة الحديد في السبانخ وكتب انها 3.5 ملي جرام، لكن لما البحث اتنشر الفاصلة ضاعت وبقت 35 ملي جرام. ومن هنا ابتدت الاسطورة، وعملوا حملات دعائية كبيرة للتشجيع على اكلها، وجت شخصية البحار باباي والقوة الخارقة المبنية على غلطة اصلا. بس هل ده معناه ان السبانخ ملهاش فايدة؟ بالعكس، دي مليانة فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة، والمميز فيها فعلا ان سعراتها قليلة قوي. فتعالوا بقى معايا اوريكم ازاي نعمل احلى طاسة سبانخ بالبيض ممكن تاكلوها في حياتكم. هنحمر البصل لحد ما يتكرمل ويبقى بني، وهنضيف له الطماطم وفلفل، كمون، قرفة وملح، ونص معلقة سكر علشان تعادل حموضة الطماطم. اضيف السبانخ مع الشبت والكزبرة، واضيف لهم الفريك اللي احنا سلقناه في المية. هضيف 3 مجات شوربة. هنعمل الطشة 4 فصوص توم وكزبرة ناشفة. سامعين صوت الطشة؟ اول مرة الطشة تتعمل معايا بصوت. احطها في طاسة، واكسر عليها البيض واغطيها واحطها على النار واسيبها 7 دقايق علشان البيض يستوي. بس بقى، وقطعت عليها فلفل حراق لاني بحب السبايسي. الاكله دي لازم تتغمس بالعيش يا جماعه، لو يا سلام بقى بصل اخضر جنبها خطيره. جبتلكم يوسف ابني يقول لكم رايه. ايه اخبار السبانخ بالبيض يا يوسف؟ حلوة أوي يا ماما. وبكده احنا خلصنا. السلام عليكم.